أنا لازم أتغيّر. أنا كنت إزاي أوهم نفسي بالعيشة دي أو بالشغلانة دي أو بالمعاملة دي أو بالعلاقة دي؟ أنا مش عايز كل ده. أنا لازم أتغيّر. معاك محمود، شخص اتعرّض كتير للتجارب من الفشل، بس أنا هاوفّر لك كل وقعة تُقعها، إنّي ألحقك منها. ولو عايز تعرف ليه بييجي وقت بتحس إنّك في المكان الغلط أو في الوقت الغلط، كمّل الفيديو للآخر. السعي الطويل إنّي أعافر أحاول أوصل للفُرص للنجاح، بيخلّينا ننسى حاجات إحنا كل يوم بكُتب تنمية وفيديوهات للأجانب عن فكرة السعي أو النجاح. فعلًا إنّك بس حاول واسعى، حاول واجري، اسبق اللي جنبك، خُد من ده، خلّيك جامد وقاسي. بس إحنا مش هُم، وإحنا مؤمنين. إحنا مش ناس عايشة زي البقر ناكل ونمارس علاقات. إحنا مؤمنين، وخلّيك فاكر إنّك مش لوحدك، أنت معاك رب حكيم، قوي، شديد. الحياة، الناس، الظروف، اركن كل ده. أنت خايف ليه؟ هو الطريق فعلًا فيه شوك، فيه إزاز متكسّر. خايف تتعوّر، خايف تُقع، هتُقع، هتتعوّر، هتعاني. بس أسألك سؤال، تعاني وأنت معاك العلاج، والّا تعاني وكمان تعاني عشان تشتري علاج؟ أنا مش هاقول لك إنك لمّا تصلّي أو تفضل تقرا قرآن إنك تاني يوم حياتك هتتحسن، هتتجوّز، هتعيش. لأ، لإن دي نظرة طفولية مش الحقيقة. لإن الحقيقة إنك هتعاني، بس هتلاقي الطريق. يعني ركّز معايا، أنا ماشي لوحدي، ما عنديش أي واسطة، أي فلوس، أي نفوذ، أي حاجة. هل هاوصل زي اللي معاه كل ده؟ أكيد لأ، هاتعب شوية أكتر كمان. طَب أنت لو معاك بس ربنا، اللي هو مالك كل الأرض، ما تقولش بقى فلوس، عنده كنوز الأرض، نفوذ يا ابني، هو رب الكون أصلًا. لمّا يكون معاك واسطة من ضابط، بتنام وأنت مرتاح وعارف إن أمورك خلاص مشيت. أُمّال رب الكون بقى؟ أهم حاجة تقوم تطلب، تشكر ربنا، تسعى. وده أهم حاجة، إن السعي مع ربنا هو السعي، هو ده أهم السعي. مش السعي مع الفلوس أو النفوذ. السعي مع ربنا، لأنه هو اللي بيملك كل ده. تطلب منه المساعدة والنجاة، وأهم حاجة، وإن مهما كانت الأمور صعبة هتتحل.